له من صباح جميل. صباح الخير يا عالم. سأدع العالم يعرف كيف يكون النشاط في الاستيقاظ باكرا. يا له من صباح جميل. صباح الخير يا عالم. سأدع العالم يعرف كيف يكون النشاط في الاستيقاظ باكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد والفل والياسمين، أو مساء الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. طبعا انت شفتي البطاطس كده داخلة على طول، ايه ما سلمتيش ولا عملتي حاجة، وصوتك مش مهم. يلا بينا نعمل بطاطس مقلية في القلاية الهوائية اير فراير بدون نقطة زيت. نشوف شكلها ايه، كده هيطلع مقرمش ولا مش مقرمش. يلا بينا نحط البطاطس بتاعتنا في القلاية زي ما احنا شايفين، وهحطها في القلاية واظبطها على التايم بتاعها من البرامج بتاعتها اللي مرسوم عليها. هشغلها دلوقتي لحد لما تيجي البطاطس زي ما احنا شايفين. اهي جت علامة البطاطس، وهدوس عليها اوكي وهشغلها ونستنى مع بعض نشوف ال10 دقايق بتوعها امتى. وده نص الوقت بتاعها. هي طبعا صفرت عشان اقلبها الناحية التانية زي ما احنا شايفين ابتدأت تاخد لون. هقلبها في القلاية كده وهحطها في القلاية عندي تاني عشان تاخد بقية الوقت بتاعها، ونشوف شكلها ايه لما تطلع بعد لما تخلص البروجرام بتاعها كله. زي ما احنا شايفين كملت مع نفسها ال5 دقايق المتبقية. طبعا درجة الحرارة 200. متنسوش تعملوا لي اللايك. انا هنا عندي اهيت خلاص القلاية فصلت زي ما احنا شايفين. البطاطس لونها تحفة، قرمشتها تحفة، وطعمها من جوه طري وجميلة. فعلا 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 احلى من وهي مقلية في الزيت 100 مرة. وكفاية ان انت هتاكلي كل اللي نفسك فيه، واكل صحي. وبجد بجد فعلا انا ندمانة ان انا ما جبتهاش من زمان، لان انا كنت في اكل كتير انا ما بعرفش اكله عشان خاطر الزيوت. وده كده الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو صغنن وبسيط. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وكومنت حلو زيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.